من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، ما جائزة ذلك؟ ما ثمرة ذلك؟ كم يستغرق لك من الوقت أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة؟ كم تظن يستغرق لك من الوقت؟ قال لك نصف ساعة. هذا دليل على أنك لا تقولها 100 مرة كل يوم. هذه لا تزيد على 10 دقائق، لا تصلها. ثم انظروا ثمرتها وتغلبون عليها. يعني هل يليق بحريص على مهجته راغب في الذي عند ربه يطلب السبيل إلى الاقتراب منه والتزلف إليه والابتغاء لما عنده يغلب على 10 دقائق ثمرتها كأنما أعتق 10 رقاب وأنت لم تبذل في ذلك قليلا ولا كثيرا؟ كلمات 100 مرة معدودات لها هذا الثواب العظيم، وليس هذا ثوابها يقف عند هذا الحد لكن يزيد. اسمع ما يقول: وكتبت له 100 حسنة. زيد. ومحيت عنه 100 سيئة. ويغلب الإنسان، ويغلب كأنه اعتق 10 رقاب وأخذ 100، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة ومزى الخير، وكانت له حرزا من الشيطان. الحرز الحصن، ربك يجعلك في حرز، في حصن. العرب تقول فلان في حرز لا يوصل إليه، في حرز حريز أي في حصن منيع لا يوصل إليك. هذا الحرز من الشيطان، لا يصل إليك الشيطان في يومك ذلك كله حتى تمسي ونغلب. إذا لم يكن هذا علامة للخذلان فلست أعرف علامة للخذلان. المفروض ألا ينصرف الناس من المجلس، هذا المجلس جميعا صغيرهم وكبيرهم، إلا وهم عازمون على أن يكون لكل واحد منهم ورد من هذا في اليوم. فمن كان له الورد فهو يحرص يحمد الله ويستزيده من توفيقه والثبات عليه. ومن لم يكن له فينشئوه 10 دقائق وأنت ذاهب إلى العمل، وأنت راجع من العمل، أنت راكب في سيارتك أو في الحافلة أو في يعني ستنام وقد وضعت رأسك على مخدتك 100 مرة 10 دقائق وفي هذا الخير العظيم. ولم يأتي أحد بأفضل من هذا. قال ما قال هذا الإنسان، هذا الذاكر، قال ما قال، ليس يأتي بأفضل من الذي جئت به. فأنت سوى ما ذكر أنك كأنك أعتقت 10 رقاب وحطت عنك 100 خطيئة وكتبت لك 100 حسنة وأحرزك الله من الشيطان يومك ذاك حتى تمسي، أنت من السابقين، لا يسبقك أحد، بل لا يساويك أحد، لا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أحد قال أكثر من ذلك، عمل أكثر من ذلك.